الجريمه ديال اليوم هي واحد الجريمه عندها علاقه السطحي أو لا عبادة الشيطان. الا بغيتو تعرفوا القصه كامله خليكم معايا. واحد المره في الصباح البوليس جاهم اتصال باش انهم يمشيو لواحد ابارتمون شاهده فيها العافيه في الانبيعات شارع محمد السادس مدينه مكناس. فعلا البوليس مشاو، فاش وصلوا للابارتمون لقاو هذوك رجال مطافئ طفاو العافيه، وقع واحد السيد باغي يدخل لابارتمون. قالوا ليه لا ما تدخلش، شكون نتايا؟ قال لهم انا راني خوه وساكن تحت منه، هذا خويا راه ساكن بوحدو. قالوا لي لا ما غاديش نخليوك تدخل باش مسرح الجريمه والادله يبقاو هما هادو. فعلا فاش دخلوا البوليس، فاش يلاه كيدخلوا الابارتمون لقاو بان الابارتمون فيها جوج بيوت وصالون ودوش وكوزينه. داروا واحد المعاينه جزئيه، يعني شامبر بار شامبر. اول حاجه فاش دخلوا لقاو بان العافيه يعني كلات كل شيء، ما بقاو لا فراش لا تجهيزات لا والو. دخلوا لا شامبر الاول قلبوا ما لقاو فيه والو، لقاو كله محروق. لا شامبر الثانيه حتى هي لا ميم شوز. فاش مشاو للصالون لقاوه كله محروق الا واحد الطبله ديال العود كانت في الوسط ديال الصالون محروق منها غير شويه. المره الاولى ما ردوش البال، ولكن واحد البوليسي كتبان ليه شي حاجه محطوطه فوق هذيك الطبله. فاش قرب كيلقى فوق الطبله كاينه واحد الجثه ومحيد ليها الراس. صافي فعلا عيطوا على الطبيب الشرعي باش يجي. قال لهم كمعاينه اوليه راه الضحيه مقتول بهذيك الضربه اللي عنده، لان الجثه لقاو فيها شي ضربات ولقاو تحت الطبله كاين الدم، ولكن ما لقاو حتى شي دليل، يعني لا اداه الجريمه لا. لقاو واحد القرعه ديال الشراب وهذاك طفايه ديال الكارو. صافي هزوهم، حيت هادو كيتسموا محجوزات، هزوهم. هنا البوليس غادي تقسموا جوج مجموعات. المجموعه الاولى غدير لونكيت في لونطوراج ديال فين وقعت الجريمه، والمجموعه الثانيه غادي تمشي تقلب على الراس. صافي هي هذيك اول واحد بدا البوليس شكوا فيه هو خو. قالوا ياك ما كاينه شي عداوه بيناتهم ولا شي صراع على قبل الوارث ولا شي حاجه، وبغى يقتل خوه وينتقم منه. بداو معاه لونكيت. قالوا لي انت غادي تعطينا البرنامج اليومي ديالك، فين كنتي في الساعه فاش وقعت الجريمه، الساعه فاش تشعلت العافيه، فين كنتي؟ قال لهم انا راني خدام مع الساس وكنت خدام في خدمتي حتى 6 الصباح. كنتفاجئ بان مرتي عيطات لي قالت لي اجي راه بخومييغ ايطاج شاعله فيه العافيه. قال لهم وجيت. صافي فعلا فاش سولوا الناس كلشي كيأكد بانه راه كان في خدمته، راه شافوه في خدمته، يعني هو راه بعيد كل البعد على هذه القضيه. قالوا لي واش ما كتشكش في شي حد؟ قال لهم انا ما كنشك حتى شي حد. خويا عنده 56 عام، ما مزوجش، عنده ادمان على المخدرات على الشراب، والدار عنده ديما طالع الخارج، ما نقدر زعما نطيح الباطل على حتى شي واحد. هنا المجموعه الثانيه مشاو لواحد الخلا ما بعيداش بزاف، يعني تقريبا واحد 200 متر ما بين الدار فين وقعت الجريمه وهذاك الخلا. فاش يلا وصلوا البوليس لقاو واحد الجاكيطه ديال الكوير عامره بالدم، خداو صوروها وهزوها. هذوك تما كيتسموا محجوزات، يعني دلائل. فزادوا واحد شويه لقاو قرعه ديال فودكا ولقاو واحد الميكا. فاش حلوا هذيك الميكا لقاو فيها الراس، وقاو فيها جوج ديال التيشيرتات عامرين بالدم، وقاو شي تعويدات مكتوبين والشمع، وواحد جوج كيسان ديال النحاس، وواحد الجرس حتى هو ديال النحاس. المهم هزوا كلشي، جات لامبيلونس هزات الراس. فعلا يعني لقاو بان داك الراس ديال الجثه اللي لقاو في لابارتمون. صافي بقاو البوليس يعني كيديروا لونكيت مع الجيران، واش سمعتوا شي صداع، شي غوات، شي مضاربه؟ كلشي كيقول لهم ما سمعنا حتى شي حاجه. حتى وصلوا للعساس اللي كان في الليل. قال لهم انا راني في الليل شفتو دايز هو وواحد الدري، كان زعما راني كنعرفهم بجوج ولاد دربنا، هو واحد الدري كنقولوا ليه ولد الموريتاني، وراه سلموا عليا وكانوا سكرانين. قالوا لي واخا فين لقاو هذا ولد الموريتاني جابوه شدوه البوليس. فاش شدوه يعني دغيا بدا كيعاود لهم القصه بحال كيعترف دغيا قال. ولكن قبل ما يبدا الاعترافات ديالو قال لهم راه كنت انا وواحد صاحبي، وهاد صاحبي تلاقيت انا وياه كنا كنقراو في الليسي، وكنا كنتعاطاو بجوج بين المخدرات، وكنا كنسمعوا الميتال، وكنقلبوا على لي فامبير وهادشي ديال الساتانيك وهادشي، وعرفنا بان الشيطان
باش يعطيك زعما داك البوفوار والشهره والفلوس وكذا وكذا. شو واش قال لهم راسهم؟ خاصنا نعطيو قربان، خاصنا نعطيو الشيطان قربان، وماشي اي واحد نقدروا نضحيو به. هاد الضحيه خاصو يكون شرير. قال لهم واحد المره بلانيت انا وصاحبي ومشينا للحاجب باش هادوك البنات العاهرات غنضحيو بوحده بهم، ولكن قالك ما نفدوش الخطه ديالهم. انا ما عرفتش علاش ما نفدوش الخطه ديالهم، زعما كانوا كيقلبوا على شي واحد يكون شرير بزاف باش الشيطان يفرح ويعطيهم داكشي اللي بغاو، ما عرفتش. المهم ما عليناش، بقاو كيقلبوا على هذا الانسان اللي شرير، اللي كيبان لهم زعما راه شرير قاطع يدهم رحمه الله. لقاو هذا السيد قالك هو عنده 56 عام، عنده الادمان على المخدرات والخمور، زائد انه شاذ جنسيا. صافي قالوا بان هذا هو القربان اللي غادي نعطيوه الشيطان. بداو كيتقربوا منه. الليله ديال الحادث قالك تلاقاو ومشاو لواحد الخلا وبداو كيشربوا وحاطين الشمع. واش قالوا لي حنا راه غنحضروا شي ارواح؟ انا ما عرفتش علاش السيد زعما تاق فيهم وجالس واخا كيشوف الشمع وكيشوف النجمه وكيشوف كل شيء. المهم ما عليناش، بداو كيشربوا. واحد شويه جاهم البرد، هو يقول لهم هذاك السيد اشنو بالكم تمشيو معايا للدار نكملوا السهره، راه البرد ومن هاني ناكلوا شي حاجه. قالوا لي واخا. صافي جاو مع الابارتمون، دخلوا جلسوا واحد شويه ويجي واحد عطاه دقه، يعني كانت مميته هذيك الدقه، هي اللي طاح فيها جثه هامده. هزوه وداروه فوق الطبله وقطعوا عليه الراس ديالو وداروه مع القبله اتجاه القبله، ورسموا واحد نجمه خماسيه، وهذيك النجمه على راس كل مثلث داروا شمعه، وبداو كيقراو هذوك التعويذات اللي عندهم، وعمروا هذوك الكيسان ديال النحاس بالدم، وبقاو كيصونيو كيديروا بهذاك الجرس بحال هكا وكيشربوا الدم 9 المرات وهما كيديروها. صافي فاستالاو، هزوا كيسانهم، هزوا اداه الجريمه، هزوا الراس معاهم، وهزوا الشماع وهذوك التعويذات هذاك الشيء داروهم في ميكا، وكان عندهم الدوليو شعلوا العافيه في الدار وخرجوا بحالهم. انا ما فهمتش هاد الجوج شنو قال لهم راسهم، زعما دار الكلاخ، زعما راه الشيطان غيعطيهم هذا الشيء ولا ما عرفتش. اصلا واحد داخل في قضيه فيها قتل، يعني راه صافي حياته مشات، دابا راه مشاو فيها، ما بقى عندهم حتى شي مستقبل. هادو اقل حاجه غيكونوا خداو واحد 30 عام، هما لا شهره لا فلوس لا قرايه لا والو، خرجوا على راسهم. ايوا هنا القصه ديالنا سالات. قولوا لي الا بغيتو ندير لكم هذوك القصص ديال الرعب، داكشي ديال الجنون، داكشي الا كنتو زعما انتريسي خليو لي في كومونتير نديرهم لكم. يلا تهلاو في راسكم، باي باي.